يعني انت لو بعت الموتوسيكل بتاعك دلوقتي انت ممكن تلاقي نفسك مش عارف تشتري موتوسيكل تاني حتى اوحش منه. فانت بتعمل انت كمان يا اسطى، بتعمل ايه؟ هو في اللي بيحصل يا جدعان، في اللي بيحصل في البلد واللي بيحصل في الدنيا، واحد حاسس ان هو عايش في غيبوبه، في حلم، حاسس ان هو عايش كده في عالم موازي غير العالم الحقيقي اللي احنا المفروض نعيش فيه. في حاجات غريبه بتحصل، اسعار مش بتغلى بقى، مش اسعار بتطلع، اسعار بتطير بتطير كده ايه، وبنشوفها في الجو فوق. خلاص، ما هو اللي سعره بيطير مش هنعرف نجيبه تاني كده كده. الفيديو ده صياح، الفيديو ده صياح، واللي من كل الناس بقى عايزين يقولوه هيلاقوه في الفيديو ده كده، هيلاقوا انا بطلع كل حاجه بقى، فاهم؟ تكاتك دي من كام شهر، مش هقولك من كام سنه، من كام شهر كانت ب40,000 و50,000، دلوقتي لو عرفت تجيبه 200,000 تبقى جدع. لا اله الا الله. طب ايه؟ والموتوسيكلات اسعارها بقت حاجه كده غريبه، يعني الموتوسيكلات بالذات، وكذا حد يعني قال لي الموضوع ده، الموتوسيكلات بالذات اسعارها بترفع بزياده عن باي منتج تاني او اي حاجه تاني، بترفع بزياده يعني من الحاجات المضحكه. من قيمه اسبوع كده كنت بصور موتوسيكل تي في اس جديد، واحنا واقفين في الشركه هناك قالوا الاسعار رفعت والموتوسيكل بقى 54,000. ده الاسعار لسه رافعه وبقت ب 54,000 واحنا واقفين ومش عارف ايه. قلت يا عم ماشي، الاسعار كده كده بترفع كل شويه وبتاع. خرجت من الشركه رحت مكان لحد تاني في كرداسه، بعد ساعه اقسم بالله بعد ساعه لقينا الموتوسيكل بدل ما هو 54,000 بقى ب 61,000، تسعير رسمي من الشركه برضه. فاللي هو ايه في ايه اللي بيحصل؟ يعني الواحد بقى بيسمع الحاجات دي وهو بقى مش مستوعب. يعني هو في حد طبيعي ممكن يكون نازل يشتري موتوسيكل مثلا عامل حساب ان هو يشتري ب 50,000، ده لو كان نازل الصبح بقى مثلا نازل يشتري ب 50,000 يسمع في سعرين فرق عن بعض 10,000 جنيه. في ايه يعني؟ تقريبا كل تاجر هو واخد البضاعه بسعر، هو بقى مش هو مش قصه بقى عايز يكسب يخسر، هو كده كده عموما دلوقتي كله متضرر، تاجر او زبون او اي حاجه، لان حتى الناس بقى خلاص يعني السوق هيقف محدش هيشتري حاجه. بس الفكره بقى ان التجار دلوقتي هو شاري البضاعه ب 10 جنيه مثلا، هو هيروح يبيع ب 20، هو مش هيحط مكسب 10% 20%، هي كده كده الزياده اللي عماله تحصل معديه النسبه دي بكتير. فهو بقى ايه، بيحط مثلا ضعف المكسب، واللي يحصل بعت ما بعتش مش فارق معاه حاجه بقى، وخلاص هو بضاعته فلوسه محطوطه في البضاعه ومش فارق معاه حاجه بقى. لو باع حاجه يبقى خلاص كسب بالتريبل، ما كسبش او ما باعش فلوسه في جيبه ولا فلوسه في الموتوسيكلات اللي هو جايبها، والدنيا بالنسبه له زي الفل. يعني الواحد برضو مش عايز يجمع، لان في خبايا كتير في السوق الواحد ما يعرفهاش برضو. يعني ممكن تكون تجار برضو مش بايديهم حاجه، ان اللي بيحصل الايام دي ده حاجه اول مره تحصل، ما عنده حدش عنده خبره ان ازاي نتعامل في الاوضاع ديت، وازاي نكسب الناس بشكل كويس ونبيع بشكل كويس في نفس الوقت. ما حدش فاهم المفروض يعمل ايه. فانت بتعمل انت كمان يا اسطى، بتعمل ايه؟ لا اله الا الله. محدش بقى على حياته بقى خلاص، ده ماشي رافع حصان راكب معاه وراه واحد ماشي في شارع كله تكاتك وعربيات رايح جاي ورافع حصان وماشي، وده اكبر دليل ان اليوم هتقوم ان شاء الله. خلاص كده هي بتشطب، كل واحد يخلي باله من نفسه كده ونركز في حياتنا وديننا. لا بجد بقى من غير هزار والله انا بتكلم كده، افتكرت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان الحديث بيقول لك في الوقت اللي احنا فيه ده القابض على دينه كالقابض على جمر من النار، اللي ماسك طوبه كده او جمر من النار ماسكها في ايديه ومش قادر يمسكها بقى. فالناس تخلي بالها من دينها بس اول حاجه، وبعد كده ربنا يسترها علينا في بقيه الحاجات التانيه الماديه بقى والامور الدنيويه والحاجات دي. ما انت كده مش واخد منها حاجه. يعني انت الوقت كده في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده مش واخد منها حاجه، ولا فلوس ولا عيشه ولا اي حاجه. انا مش عارف، انا قلبت الموضوع نكب بزياده، بس انا عارف ان الناس كلها عايزه تقول نفس الكلام اللي انا بقوله ده. فخلينا نتكلم كده ونفك. الواحد لما بيتكلم بيهدى وبيرتاح ويمكن يرجع يعيش حياته بشكل طبيعي برضه. وبرضه في الاخر الحمد لله الواحد ربنا سترها معاه وعايش والدنيا ماشيه. الواحد بيفكر في الناس اللي ظروفها صعبه، والناس اللي بيلاقوا اللقمه بالعافيه وبيلاقوا الجنيه بالعافيه. ربنا يكون في عون الجميع والله. يلا بقى مش كده والله، احنا بنعدي الطريق. لا اله الا الله. ما بقول لك الناس ما بقتش باقيه على حياتها، هو عايز يعدي الطريق اي حاجه تيجي تشيله دلوقتي. الواحد حاسس ان الفتره اللي فاتت دي يعني من ايام، مش هقول لك بقى من فتره، من ايام كان الدولار ب 37 و38، الواحد قاعد متضايق ومش طايق نفسه والاسعار غاليه ومش عارف ايه. تقريبا دخلت نمت ساعتين خرجت لقيته ب 70 جنيه النهارده، اللي هو يعني هو النهارده مصور فيديو كان نزل 7 جنيه تقريبا ب 64 ولا 65. الفكره ان هو في ايه يعني، في ايه عايز اقول كلمه في ايه دي بالليل الصبح. في ايه يا جدعان؟ ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ كده مش طبيعي والله العظيم، اللي بيحصل ده مش طبيعي ولا يمس الحقيقه بصله يعني. المهم يا سيدي بقى حاجه مهمه يعني برضو لاخواتنا اللي معاهم موتوسيكلات بقى، عربيات، معاك اي حاجه، اهم حاجه تعملها دلوقتي انك تحافظ عليها وتحطها في عينك كده وتحسس عليها. وكمان لو عندك موتوسيكل يا عم فنشه، روق عليه، عدله، ظبطه على الاخر، واعمل فيه كل حاجه ممكن تتعمل. لان بشكل عام دلوقتي البيع والشراء في المستعمل او حتى الجديد مش مستقر. يعني انت لو بعت الموتوسيكل بتاعك دلوقتي انت ممكن تلاقي نفسك مش عارف تشتري موتوسيكل تاني حتى اوحش منه.
ليه؟ لان الاسعار طالعه نازله عماله تعمل كده اهو. فانت ممكن تلاقي نفسك لبست خازوق من الخوازيق اللي عماله تحصل للناس، وانت ما واحد يعني مش فاهم مثلا في الدنيا ممكن تمشي ازاي، ومش فاهم قوي في البيع والشراء. فاهم نصيحه ممكن تعملها دلوقتي، ان انت معاك موتوسيكل، معاك عربيه، معاك موبايل، معاك اي حاجه، ظبط الحاجه اللي معاك وحافظ عليها وروق عليها كده وحطها جوه عينيك، لان الحاجه دي دلوقتي قيمتها غاليه جدا جدا، ولو ضاعت منك انت غالبا مش هتعرف تعوضها. يعني انا بيني وبينكم يعني الفتره اللي جايه بحاول ان انا اغير الموتوسيكل، وبحاول يعني اللي بيكلمك بيقول لك ما تغيرش حاجتك، ده انا نفسي عايز اغير. بس انا بقى يعني بقالي مثلا بتاع شهرين بحاول اغير، اللي هو ايه، بحاول اخد احسن سيناريو عشان اغير الموتوسيكل بتاعي من غير ما يحصل خساره، من غير ما اتضرر. ولغايه دلوقتي يعني الواحد بيحاول، بس يعني ايه، ربنا يكرم. الواحد برضه لما بينزل يلف الموتوسيكل كده، يتحرك في طرق مفتوحه ويشوف السماء والجو الجميل ده، والجو اليومين دول ساقع جدا عشان الواحد كده لابس جوانت تقيل، بس عموما بقى ايه، الجو ده بيفتح النفس كده. حتى لو الواحد مخنوق، سواقة الموتوسيكل بتروق على دماغك كده وتخليك تفك شويه. طبعا بقى لما اسجل فيديو كده وانا بصيح وبتكلم بقى بالكل اللي في قلبي، يا سلام على الراحه بقى، يا سلام على الراحه. ده الواحد سايق موتوسيكل وماشي في طريق مفتوح وقاعد تفتح قلبك للناس، يا نهار ابيض على الجمال. انت برضه اقعد مع اصحابك على القهوه كده، اقعدوا صيحوا مع بعض طول الليل. هتبقى مخنوق الصبح في الشغل وبالليل نايم متنكد عليك. لا يا حبيبي، روح كده اقعد مع اصحابك على القهوه، اقعد مع مراتك، اقعد مع اي حد تقعد معاه، اقعدوا صيحوا مع بعض، واقعدوا اعملوا كل حاجه. او يعني ممكن بقى ايه، تقعد تشتكي ربنا كده وتدعي له، برضه تكتم في قلبك من اللي بيحصل. يعني ده برضه هيكون شيء جميل جدا. المهم يا سيدي، ده كان فيديو كده سريع بندردش مع بعض. ربنا يستر على الجميع يا رجاله. يلا سلام.